طلاب الصف السادس، اهلا وسهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. النهارده هنحل مع بعض تدريبات الدرس الثالث ليسون 3 صفحه 127 128 جيم الاضواء انجليزي سنه 6. نقول بسم الله. ما تنسوش يا حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناه، كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم بامر الله من حل التدريبات والواجبات. يلا بينا. اول سؤال choose the correct answer. رقم واحد هنا هتقول له شارب، شارب يعني حاده. طيب رقم اتنين هتقول له بيتلز، بيتلز اللي هي بتلات الزهره يا شباب. رقم تلاتة هتقول له ديزرت، ديزرت. طيب رقم أربعة هتقول له unpleasant، unpleasant يعني غير لطيف. طيب هنا رقم خمسة هتقول له dry and hot يعني جاف وحار. رقم ستة هتقول له impressed، impressed يعني محرج. رقم سبعة هتقول له seasons، seasons يعني فصول of years من السنة. رقم تمانية هتقول له refreshed، refreshed خلاص يعني منتعش. طيب رقم تسعة pick، pick يعني يلتقط. رقم عشرة هتقول له creators، creators يعني مخلوق. طيب هنا في الترتيب read and write. رقم واحد هتقول له شون يعني ساطع. رقم اتنين هتقول له سيريستي عطشان. رقم أربعة هتقول له ريفريش دي يعني منتعش. خلاص دي صفحة 127. صفحة 128 بيقول لك هنا choose the correct answer. رقم واحد هتقول له زاروس الوردة made fun بتصنع المتعة of the cocots اللي الصبار. زاروس الوردة was surprise كانت مندهشة to see ان هي تشاهد a bird drink water from inside the cocots لما شافت الطائر بيشرب المية من داخل الصبار، من الصبار كده عمال ينقره ويشرب منه. answer the following question جاوب على الأسئلة. بيقول لك هنا why did the rose ليه الوردة begin to dry بدأت ان هي تجف. هتقول له إجابة السؤال رقم 3 هتقول له because there was no water anywhere لأن ما كانش فيه مية في أي مكان. what happened after the cocots helped the rose هتقول له من أول هنا، هتقول له من أول the kind لحد كلمة recovered. طيب رقم 5 what did the cocots ايه اللي الصبار شاركوا مع الوردة. هتقول له his water المية بتاعته. وده الترتيب يا شباب اهو. سؤال الترتيب على اقل من مهلك خالص اهو يا شباب، على مهلك خالص يعني ايه ان اللي براحتك واللي بيراجع يراجع معايا برضو. عندي هنا في البنكتويت هتحط التي كابيتال وتحط نقطه عشان هنا مفيش اسلوب استفهام. هنا ده هواي دهيت اداه استفهام اسمها لماذا، فانا هحط الدبليو كابيتال واقوم جاي حاطه كوتشن مارك عشان علامه استفهام عشان ده سؤال. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. ربنا ينجحكم جميعا. اوعى تنسوا اللايك والاشتراك في القناه حبايبي. ربنا ينجحكم. مع السلامه.